الحسن حبيبنا الله 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 المغربية وملك المغربية وشعب المغربية. اهلا وسهلا بيكم في قناه اعز الناس لكل الناس. النهارده حلقتنا عن الملك الحسن وصداقته القويه مع عبد الحليم. الصداقه دي كان قبلها وبسببها عبد الحليم اتهدد بالقتل، كانوا هيقتلوا عبد الحليم. هقول لكم ليه، بس يلا تابعوا معايا الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. عبد الحليم كان هو والملك الحسن اصدقاء، لكن قبل الصداقه دي في عداوه، يعني ما محبه الا بعد عداوه. الملك الحسن كان عبد الحليم عامل اغنيه بعد ثوره الجزائر للجزائر، فالناس وقعوا بين عبد الحليم والملك الحسن وقالوا ان عبد الحليم بيغني للجزائر، وكان في وقتها حرب قايمه بين المغرب والجزائر، فقالوا ان عبد الحليم بيغني لصالح الجزائر. فطبعا زعل جدا الملك الحسن ومنع اغاني عبد الحليم من انها تتذاع في الاذاعه عنده ولا يجي يغني حتى في المغرب. خلاص زعل وغضب، ما كانش لسه صديق قوي بس كان بيحب يسمع اغانيه. فبعد كده راح عبد الحليم وساب الموضوع ده وحب يستفسر، ومصر كلها عرفت ان عبد الحليم اتمنع من دخول المغرب وما ينفعش انه يغني في المغرب تاني، لان ملك المغرب زعلان جدا من عبد الحليم لانه غنى اغنيه ضد المغرب. لكن عبد الحليم قعد عايز يوصل الرساله باي شكل للملك الحسن عشان يعرف ان هو ما يقصدش ابدا ان هو يغني للجزائر عشان هي ضد المغرب ولا الكلام ده، وبعت له فعلا رساله وقال له انا الاغنيه بتقول كذا كذا كذا، وانا ابدا عمري ما كنت اغني اغنيه علشان هم ضدك ولا حاجه، انا بحب المغرب جدا والمغرب دي بلد حبيبه ليا. وختم الرساله وياخد من عمري ويديك باغنيه حلوه كده ولطافه من عبد الحليم. الملك الحسن اعجب جدا بالرساله وفهم قصد عبد الحليم فعلا ان هو صادق في كلامه، ودعاه للمغرب وقال له انت لازم تيجي المغرب، وبقى صديقه جدا وبينزله في افخم اماكن بتاعه الامراء، وكان لما بيحجز له لدكاتره بره الملك الحسن يوصي عليه وينزله في الجناح الخاص بالملوك. يعني كانت صداقه قويه وحب فعلا كبير بين الملك الحسن وعبد الحليم. وفي يوم بقى عبد الحليم كان رايح المغرب عادي، يعني بيغني ويسجل اغاني في الاذاعه وكده، فكانت وقتها حصل انقلاب على الملك الوقت ده. فلما الانقلاب حصل اول حاجه هجموا على الاذاعه علشان يحتلوا ويلقوا بيان ايه الانقلاب، يقولوا احنا انقلبنا بقى على الرئيس على الملك. فلما حصل كده قالوا بقى لعبد الحليم بما انه بقى مشهور ومعروف وكده، قالوا عبد الحليم انت اللي هتذيع البيان ده. عبد الحليم قال لهم لا طبعا انا مش هذيع البيان، انا مش راجل جاي هنا شغلانتي ان انا اذيع البيان، انا جاي اسجل اغنيه. قالوا له طب انت لو ما ذيعتش البيان ده هنقتلك. قال لهم اقتلوني، هعمل ايه يعني، انا مش جاي عشان اذيع بيان. وحاولوا فيه وبداوا فعلا يرفعوا مسدسات عليه علشان يهددوه انه يقوم بالقاء البيان، لانه عبد الحليم حافظ لما يلقي بيان زي ده انتصار ليهم كبير برضه. ابدا رفض عبد الحليم وقاوم الكلام ده كله، قال لهم عايزين تقتلوني. والملك الحسن بقى طبعا الانقلاب فشل، والملك الحسن وصل له ده وقال له فعلا ان صديقي عبد الحليم، وكان الحب والعشره دامت بينهم لحد اخر يوم في عمر عبد الحليم. الملك الحسن كان صديقه جدا وحبيبه جدا، وكان لما يعمل بدل يعمل بدلتين، واحده ليه وواحده لعبد الحليم ما فيش زيهم تاني. وكان لما بيجيب عربيه كان بيجيب له عربيه هديه، وكان حب مفرط جدا بين الملك الحسن وصداقه قويه جدا دامت مع عمر عبد الحليم كله. الملك الحسن ملك المغرب وعبد الحليم حافظ. دايما الصداقه بتبقى حاجه نادره جدا والانسان بيتمسك بيها، كل ما الانسان كان فعلا انسان صادق ومحب دايما اصدقائه بيكونوا حواليه وابدا ما يبعدوش عنه. ما تبقاش صداقه مصلحه ولا صداقه كده لاي حاجه، بالعكس العشره والزمن والصداقه القويه بتفضل موجوده مهما الزمن عدى عليها. ممكن تكون صديقه ما بتشوفوش كل يوم لكن بتطمن عليه وبتعرف اخباره وبتسال عليه، ويفضل مازال صديقك لما تشوفه اول مره زي اخر مره انت شفته فيها. ده مفهوم الصداقه الحقيقيه بصراحه. يعني الواحد لما يكون عنده صديق من زمان وممكن يكون بقاله فتره كبيره ما كلموش، بس بيكلمه كانه كان معاه امبارح، يعني بيسترجع كده الذكريات معاه وكانه فعلا معاه امبارح، ما سابوش ما فرقهوش، مفيش حاجه بتتغير. الوحيد اللي الواحد فيه مع طبيعته هو صديقه. فدي كانت صداقه جميله جدا، لازم كنت يعني القي الضوء عليها كده واتكلم فيها معاكم. بس الموضوعات الجايه دسمه شويه، ده موضوع خفيف لذيذ كده.